اهلا بكم في برنامج العالم، دوسوا اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن الهجاص رضا عبد العال. يعني ده هجاص، ده دايما بيهجص على الناس كلها، دايما بيقول كلام كله كمية نفاق وكذب، وكره وحقد وغل تجاه النادي الاهلي. دايما بيتكلم عن النادي الاهلي كتير جدا بطريقه غل وحقد وكره تجاه النادي الاهلي. بيعمل تعصب وفتنه في الرياضه المصريه بطريقه بشعه جدا. بيسير الجدل بكلامه اللي هو منتهى التعصب فتنه، وغالبا اللي هو بيطلع ازاي في البرامج انا مش عارف، وبيعمل تعصب فتنه في الرياضه المصريه. طبعا هو بيحب الترند واللقطه، بيحب الترند واللقطه جامد يعني. طبعا طبعا هو بيقول كلام بشع عن النادي، كلام غير محترم عن النادي، كلامه بينم عن التعصب في طبعا هو بيقول كلام كله كذب وافتراءات على النادي الاهلي، بيقول كلام مش موجود على ارض الواقع، بيقول حاجات اصلا من وحي خياله. فواضح ان عمله مرض نفسه، عمله تعب نفسه، عمله عقده من سنين يعني. طبعا هجاس طبعا هو ب 100 وش متنوع، ما عندوش شخص، ما عندوش مبدا في حياته، بس هو منافق ومدلس وكذاب، وان هو بيكره وبيغل وبيحقد. والشر مره النادي الاهلي عمله مشكله وعمله عقده من سنين، لانه هو بيكره وبيغل تجاه النادي الاهلي. طبعا في بجد والله العظيم حاجه، يعني حاجه غير محترمه، وحاجه في التعصب فتنه. تعالوا شوفوا معايا كده. بيراميدز من اول سنه وهو بقى بعبع للاهلي. يعني والله ده ايه كميه الحقد والغل تجاه النادي الاهلي، وايه كميه التعصب والفتنه دي، وكميه كذب غير طبيعيه. يعني طلع يجي يقول ان بيراميدز يقول لك ان هو بعبع الاهلي، بيراميدز اللي هو بعبع الاهلي. بجد انا مش عارف اقول ايه، ان هو واحد اي حد ضد النادي الاهلي يتكلم عليه ويبقى معاه على طول، دايما اي حد ضد النادي الاهلي. فطبعا هو لان هو كرهه وحقده وغله تجاه النادي الاهلي، طبعا هو خليه يقول كده. فلما يقول هو بعبع عن النادي الاهلي، الاهلي دايما هو الواحد، هو يعني هو الوحيد، بس هو بعبع لاي الانديه الافريقيه والمصريه، هو النادي الاهلي واحد بس يا هجاص. لكن لما تيجي تقول بيراميدز اول حاجه هو ما عندوش استمراريه، بيراميدز ما عندوش استمراريه زي الاهلي يا هجاص، يا اللي انت بتقول انا بفهم، اللي انا بفهم بالكوره ومش عارف ايه والكلام ده. لكن انت واضح ان انت مش فاهم في اي حاجه، واضح ان انت حافظ لك كلمتين، لكن انت لا فاهم حاجه ولا عارف حاجه. فطبعا هو بيحب ياسين الجلبي، كان بيحب الترند واللقطه الهجاصه ده. فطبعا هجاص طبعا هو كاره للنادي الاهلي وحاقد على النادي الاهلي. رضا عبد العال اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استني في حلقه بكره من برنامج العالمي. السلام عليكم. كل يوم رايح للأهلي أنسى